بسم الله. بس دلع خالص، دلع يعني ما فيهاش ملح خالص. بصوا المنديل اهو. اخيرا هنجرب عم مشمش بتاع اسكندريه، صاحب الاختراعات، البقلاوه والبسبوسه الكنافه. هو ما عندوش كنافه، انا بهزر، عنده مشمشيه. دي اخر اختراعاته. فالمشمشيه دي بتبقى لحمه وعليها منديل الطرب من بره وفيها مكسرات. هتسالوني المصور فين؟ المصور خلع وساب. انا لما جيت عند الفرع الرئيسي لقيته مضلم مقفول، اليافطه بس محطوطه، قلت يا لهوي دبيت المشوار على الفاضي. بس هو في الدهاليز كده، ركز معايا تلاقيني داخل. حتى لما دخلت لقيت عم مشمش قاعد متكيف من الريحه مع نفسه. فتعالى ندوق ونقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. حبيبي خد عقبال ما يجي. خد والله، راجل مكسوف يا عم مني. تعالى يا باشا. الراجل جرب المشمشيه، ها خطيرة حلوه. خطيرة. الف انا. فبصراحه الطعم حلو، يعني مشمشيه عباره عن لحمه مفرومه فيها مكسرات من جوه، فلذيذه. الاسعار بقى انا هقول لكم الاسعار. يعني دي انا طالب ربع ب 250 جنيه، عباره عن واحد هي واحده اتنين، عباره عن اتنين بالظبط. دي الربع اتنين. نخش بقى. دي اللي اتسرقت منه واتعملت في القاهره. دي بسبوسه عندنا في القاهره قالوا عليها بقلاوه. دي عباره عن لحمه من فوق وعليها المنديل ومن جوه لحمه مفرومه. فتعالى ندوق ونقول بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها. حلو قوي. اللحمه من جوه نظيفه، فدي حاجه جامده جدا. هم عاملين بقى حاجتين. دي البقلاوه نفس الكلام هنا، بس في رول ملفوف. وده الرول ده ما فيهوش لحمه مفرومه زي الطرب. الحشو نفسه من جوه المنديل بتاع الطرب، بدل ما يتحط من بره محطوط من جوه، والطبقه اللي بره اللحمه. فتعالى ندوق دي لان انا يعني فيها اغراء جامد جدا. فبسم الله. بس دلع خالص، دلع يعني ما فيهاش ملح خالص. بصوا المنديل اهو. منديل. تعالى بقى نجرب البقلاوه اللي عندهم هنا. ها ده المنظر اهو. مفتقدك يا مصور، والله العظيم مفتقدك. واحدة أبكي. ده الشكل اهو. دي مظبوطه، الملح مظبوط فيها. بتهيألي اللي مظبط الملح الكفته او اللحمه المفرومه اللي جوه. بينزل بقى مع الاوردر سلطات. يعني هنا في طماطم او سلطه خضراء، معرفش هم مسمينهم ايه، طحينه، طبق فيه زيتون بس حسيته مسكر كده عليه كاتشب، وطبق مخلل. بينزل لك مثلا 4 5 رغيف عيش. العيش الاسكندراني هنا